لو محتاج حد يديك ضربة على دماغك، تعالى هضربك. فاكرين قصة شهاب الكذاب اللي هو الولد الصغير اللي كان عنده زي أغنام بيرعى بيها وكده، وكل شوية يروح لأهل القرية يقول لهم الذئب جه وأكل الغنم ومش عارفة ايه، يجروا يلحقوه كذا مرة وفي الآخر يكتشفوا إن هي كدبة وهو بيعمل فيهم مقلب. ولما جه بجد الذئب أكلهم، محدش نجده لأنه كانوا فاكرينه بيكذب. دي الضربة اللي أنا هديها لكم دماغكم. ما بتكلمش على الكذب، بس بتكلم عن الصفة السائدة في أجيالنا. مش بقول على الأجيال الصغيرة بس، جيلي أنا كمان يعتبر أنا من جين زي برضو، أنا لسه أنا مواليد 2003. فإيه بقى، ففي صفة في الأجيال اللي طالعة وأجيالي وفي كل حاجة، في الدراسة في الشغل في كل حاجة، صفة الكرف. أو باللغة الحديثة اللفظ اللي طالع النونشلانت، إن أنا أبقى النونشلانت، مش عارفة بقولها صح ولا لأ، بس الشخصية دي. طيب في المعاملات الاجتماعية، في الشغل، في الدراسة، ما تتوقعش ان انت تبقى شخص نونشلانت، او ان انت تبقى شخص بالعربي كده بالالفاظ بتاعتنا الجميلة كسول، مهمل، مش مهتم، ما بيديش جهد ووقت في الحاجة. وتيجي لما يبقى عندك ظروف بجد، تتوقع ساعتها الناس تقدرك. مش هيقدروك، وهما مش نادلين على فكرة، يعني هما الغلط مش عندهم، الغلط عندك انت. ليه دلوقتي انت مثلا في العلاقات الاجتماعية انت شخص آه كسول، اجي اطلب منك حاجة لا مش عايز، مش قادر. اجي طب انا واقعة في مشكلة اسأل عليا، ما لا مش مهتم. حاجات كتير بتحصل كده، انت مش مهتم مش مهتم مش مهتم. اوكي طيب مش مهتم ولا انا مهتم، خلاص. لما انت تيجي تقع في مشكلة، ما تستغربش ان الشخص اللي كان بيستجدع معاك وقف جدعنة. انت ما هي الدنيا مش سكة واحدة. خلاص انت اساسا مش جدع معايا، انا بقع في مشكله وابقى لوحدي، انا بطلب منك حاجه انت تبقى كسول. اشمعنى انا اللي لازم وقت وزنقتك اقدرك؟ لو ده حصل من الشخص اللي قدامك فهو كده تمام، يعني ده فضل منه. بس في العادي المشاعر البشريه مش تقدر. ممكن في العلاقات الشخصيه الود يغلب وده يحصل ماشي، وبعد كده نتعلم الدرس وكله تمام. في الشغل بقى وفي الدراسه، التعاملات العمليه قوي اللي ما فيهاش ود شويه، احنا جايين غراء، احنا متجمعين عشان دراسه، احنا متجمعين عشان شغل، انت لا قريبي ولا حد اعرفه ولا الكلام ده كله. هعديلك ليه؟ لو انت شخص مش بيثبت ان عنده مجهود وحاجه يعملها وان هو مستعد يدي حاجه دي وقتها. وانا ما بتكلمش عن انت تفني نفسك في شيء، او ان انت تضحي بحياتك او اللي بيحصل ده، لا لا لا، انا مش قصدي كده خالص على فكره. تدي مجهود بالقدر المستطاع، تدي تبين انك مهتم وعندك افكار وعندك حاجة تديها للمجال ده، ان انت بتعمل اللي عليك من غير ما تضغط على نفسك عادي، بس تبين ان انت بتعمل اللي عليك. بس ساعتها لما تقع في مشكلة الناس هتقدرك. لما ساعتها الناس ما تقدركش، يبقى انت ليك حق ان انت تاخد رد فعل، تنسحب من المكان، تمشي من المكان مش مقدرك تمام. انما مثلا انا حاليا بدي يعني دروس انجليزي وكده، وممكن كورس تركي، يعني ربنا كرمني شوية في اللغات فبعلمها. حلو. لما يجيلي طالب كل مرة ما بيحلش واجب، كل مرة ما بيذاكرش، بدي زي ما بديش، المجهود كله رايح على الأرض. جه في مرة فعلا هو عنده ظرف، قال لي انا كنت فعلا تعبان، انا كان عندي حاجة فلانية، وهو كل مرة ما بيعملش. هل انا 100% هصدقه؟ حتى لو اديته سنة عذر مش هبقى متعاطفة معاه، او مش هعديله الموضوع. ممكن اعديله الموضوع من تحت ضرسي واديله كلمتين في جنابه. ليه؟ لان انا مش واثقة هو فعلا عنده حاجة ولا لا. لان هو كل مرة بيتخاذل، كل مرة بيقصر، كل مرة ما بيعملش اللي عليه. هصدقه؟ استحالة. طيب واحد تاني هو بيعمل اللي عليه وكله تمام، وبيذاكر
بيعمل عليه بقدر المستطاع، أنا مش باقول تبقى 100% perfect، بس بيعمل عليه بقدر المستطاع. جه في مرة لقيت الواجب مش محلول، لقيت في حاجة مستواه أقل شوية، يبقى ساعتها هاصدق إن هو فعلًا كان عنده ظرف، هاراعيه وهاقدّره وأقول له المرة الجاية تبقى أحسن، وأبقى هادية عليه. ليه؟ لأن أنا عارفة إن ده مش شخص على طول أعذار، على طول nonchalant ومش مهتم، على طول كسول، على طول في حاجة غلط. فما تزعلش لما تلاقي الناس مش مقدرينك، وهما الناس مفهومش حاجة غلط، الناس مفهومش حاجة غلط. اخرجوا من دور الضحية، الناس دي قدرتها طبيعي. الغلط عند اللي ما عملش رصيد عند الناس من الأول. انت ما عملتش رصيد عند حد، جيت وقعت في مشكلة، متضايق ان هما ما بيتصلوش عليك يسألوا يشوفوا انت واقع في مشكلة ولا لا، وانت عندك رصيد عندهم اصلا عشان يتصلوا عليك يسألوا. طب انت متضايق ان الشغل ما قدركش وانت في مصيبة وانت واقع. طب هو انت ساعة ما كان عندك فعلا وقت وجهد ان انت تدي مجهود اديتهم؟ لا. وده مش معناه ان في ناس، ان كل الناس بتقدر ساعة، لا لا لا، عادي في ناس وقت ما بتقع في المصيبة وانت بتبقى بدي وقت ومجهود وكل حاجة وطلع عينك في الموضوع وما تقدركش وما يهمهاش غير نفسها. ساعتها لو خدت ردة فعل انت حقك 100%، لو مشيت من المكان حقك 100%، لو عاتبت اللي قدامك لو علاقات شخصية حقك 100%. حقك خلاص، ما الدنيا مش سكة واحدة، لو هما بيطالبوك بسكة واحدة ما ينفعش ان انت بس تدي وساعة وقعتك ما يقفوش معاك. لا. فبلاش نعيش جو الشخصية الكارفة وبعد كده نرجع نتضايق ان هي ليه الناس مش مقدرة ظروفنا. انت اساسا مش مظهر ان عندك ظروف، انت مش مظهر ان انت عندك حاجة تديها وبعد كده عشان يقدروك بعد كده. انت شخص، يعني الشخص الكارف ده اللي مش مهتم بأي حاجة، اللي مش عايز يسمع أي حاجة، ال ال الشخصية اللي بيقولوا عليها نانشلانت دي، أنا بحسها إن هي جت زي ما جتش يعني، خصوصا لو بتتصنع كده. يعني في ناس تبقى هي في كلنا في مواضيع ما نبقاش مهتمين بيها فبنبقى ساعتها ماشي مش عادي يعني، بس لما تبقى كده في كل حاجة ومتصنع كده بيبان قوي، تبقى فعلا حرفيا جيت زي ما جتش. في ناس طبيعتها هادية، بس الشخص الهادي مش بالضرورة ان هو يكون شخص مش مهتم بالحاجة، هو مهتم بس بيهتم على الهادي. بيمشي بمقولة نحن نعمل في صمت. هو بيشتغل وبيدي مجهود بس ما بيعملش دوشة، بيشتغل على الهادي، بيسلم التاسك بتاعه على الهادي، بيسمع منك على الهادي بس خلاص، بس بيهتم بيعمل. انما ان انا ابقى مفيش خالص واستنى من اللي قدامي ان هو ساعة لما اقع يبقى معايا، دي واسعة شوية، ممكن تحصل، بس لما يكون اللي قدامنا مثلا عنده ود تجاهنا، يعني اللي قدامنا شخص ماشي قدر الظروف دي وبعد كده هنتكلم، ما اقدر اظرفك دلوقتي وبعد كده هكلمك في الاهمال اللي انت فيه. بس صفة الكرف والنونشلانت اللي بقت منتشرة في المجتمع ده مش حلو، مش حلوة، مش حلوة، ما تعملوهاش، مش يا ريت ما تعملوهاش يا جماعة. الحياة العملية مش كده، عادي، خلي في شغف وحماس واظهره وروح وتعالى وقول افكار واعرض. انما انا مش مهتمة، ولو بقى مهتمة لو هيبقى سمعتك وحشة ان تلاقي الشخص الحماسي المهتم ده، خصوصا لو الكلام اللي طالع دلوقتي اللي هو عفوي قوي انا عفوية بس بس ما تسيبوا البني ادم يبقى عفوي، ما تسيبوا البني ادم يتصرف براحته، سيبونا نعمل تصرفات كرينج. انت مالك؟ ما تسيبوا الناس تتصرف بعفوية، تتصرف كرينج، تتصرف لو واحدة اتصرفت بطريقة مختلفة او قالت ان هي مش مهتمة بيكمي، زي موضوع البيكمي اللي كان طالع دلوقتي طالع عفوية. جماعة بطلوا تعقدوا الناس في مشاعرهم، اللي بيحصل ده تعقيد في مشاعر، فكله بيمشي ناحية ان الشخصية الوحيدة الصح. ساعة ما طلع موضوع بيكمي ده
هي الشخصية الكارفة، الشخصية النونشلانت. غير كده ايه ده انت بتحاول تظهر نفسك ولا ايه؟ ما تظهر نفسك، ما تظهر نفسك باللي عندك عادي. مش ده شغفك؟ مش دي حماسك؟ مش دي الحياة اللي انت عايز تعيشها؟ مش ده شعورك؟ ما تظهر نفسك. ايه يعني مشكلة ان احنا نعيش بهذه الشخصية؟ انتوا هتطلعوا للحياة العملية هتاخدوا على دماغكوا حتة قفا يعميكوا. انتوا عارفين ان الحياة العملية ما فيهاش الهبل ده. حياة الكبار ما فيهاش الكلام ده. لما يبقى الشخص كده عاقل ومتزن وعارف يوازن بين الشغل والبيت والكلام ده، وعارف مسؤولياته والحاجات دي، هيبقى عارف ان مفيش الكلام ده. وانا هنا مش بتكلم ان شرط ان يكون الشخص ده عنده مسؤوليات ان هو لازم يكون شخص كبير، فاللي بيعمل كده الصغيرين بس، المراهقين بس. لا لا، ناس كبيرة وبتعمل كده. فالموضوع ملوش دعوة بالسن، دي دعوة بالإدراك. انت لو مدرك بالحياة اللي حواليك هتبقى عارف ان مش ده الصح، ان مش دي الحياة. نسيب كل واحد يطلع مشاعره، سيب كل واحد يعبر عن نفسه بالطريقة اللي هو عايزها. انت ليه عمالين تحكموا على الناس ان اظهار الترندات اللي بتطلع خلت اظهار المشاعر عبء فظيع؟ اظهار المجهود في الشغل في الدراسة، ان حد يبقى باين ان هو انا مهتم بدراستي، انا بحب التعليم، انا عايز ابقى كذا وكذا، ده عبء ومجهود، وده حاجة هتبيني غريب ومختلف. لا وحشة، هتخلي الناس يضحكوا عليا. اظهار الحماس في شيء ما، لا دي حاجة مش حلوة. ايه ده ايه ده، انا لسه صغير على الكلام ده ولا إيه؟ خلاص طالما كبرنا يبقى احنا نبقى ناس كئيبة. ليه؟ ليه؟ يعني لا. لا بجد يا جماعة، محتاجين نكبر شوية. محتاجين نكبر ونعرف ان الحياة من غير اظهار مشاعر هنبقى زي الروبوتات، هنبقى ناس جامدة. واول حد هيجمد على المشاعر مطلعهاش ده انت. حد هيندم على الفرص اللي ضاعت، كان ساعتها ممكن يتعلم حاجة. انت او انت اول حد هيندم ان المجال ده ما درستش فيه كويس، ان الشغل ده ما اديتش فيه مجهود وتعلمت فيه، ان العلاقة دي ضاعت مني. انتوا، مش حد غيركم. ده القلم بتاعنا.